هاي يا صحابي، ازيكم؟ الاخبار طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها والاسعار اللي احنا فيها دلوقتي. عارفين اسعار الحاجه اللي بنجيبها جاهزه بتكون عامله ازاي، بالذات الحاجات اللي بنستوردها من بره وساعات كتير مش بنلاقيها. فتعالوا بقى لكم ازاي نعمل دقيق الشوفان في البيت باقل من ربع التكلفه، وشوفوا الفيديو الاخر عشان اقول لكم مفاجاه في الوصفات اللي هنستخدمه فيها. بس اول حاجه تعملوا لي لايك شير سبسكرايب ولا بينا. اول حاجه هبدا بان انا اجيب الشوفان من عند العطار، او انا بجيبه من عند العطار اللي في السوبر ماركت. عامة عند اي حد بيجيبوا الشوفان السايب ده بيكون سعره رخيص قوي، ما بيكونش غالي طبعا زي الشوفان الحبة الكاملة. وببدأ بقى ان انا اضربه عندي في الكبة لحد ما يوصل للقوام اللي انا ببقى محتاجاه، القوام الناعم خالص. تقدروا تحكموا في القوام على حسب الوصفة اللي انتوا عايزينها، ممكن تعملوه متوسط او تعملوه ناعم خالص. وده بقى العلبة اللي انا بشيل فيها او اخزن فيها دقيق الشوفان. وبكل سهولة بعمل عندي الكمية اللي انا محتاجاها من دقيق الشوفان بربع تكلفته لو انا جبته جاهز، ده حتى لو لقيناه. وزي ما قلت لكم بوريكم هنا بقى المره التانية. بصوا شكل حبوب الشوفان كمان ما بتبقاش كلها طبعا كامله زي الجاهز اللي بنجيبه، وبيكون ارخص بكتير من ان احنا نجيب الكيس الكبير الجاهز. وهوريهولكوا برضو بعد شويه عشان تبقوا عارفين انا بتكلم عن ايه. وطريقته سهلة قوي، مبياخدش وقت خالص حتى واحنا بنعمله في الكبة. وتقدروا تخزنوا الكمية اللي تحتاجوها. وفي مفاجأة في اخر الفيديو، ما تنسوش تروحوا تشوفوها بقى عشان هقول لكم ايه الوصفات اللي استخدمنا فيها دقيق الشوفان. بجد وصفات خطيرة. ده كده شكل الشوفان الحبة الكاملة اللي بقولكوا عليه. بس الصراحة ما بحبش ان انا اطحنه لانه بيبقى غالي ان انا اجيبه واطحنه، فهاتوه عادي من عند العطار. وده كده الكمية اللي انا عملتها، عملت لي نص العلبة، اقدر بقى ان انا احتفظ بيها في التلاجة واستخدمه بقى وقت ما انا عايزة، وهعمل لكم بيه وصفات بجد خطيرة. وبس كده، ده كده الكمية وده كده شكل دي الشوفان جاهز معايا في اي وقت بقى نحتاجه، نقدر نعمل بيه حاجات حادقة وحاجات حلوة. واكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين نجرب ايه تاني. ده كده شكله وما اخدش مني وقت خالص، عملت كل الكمية اللي انا عايزاها. تقدروا تزودوا او تقللوا الكمية زي ما انتوا عايزين. انكم اكيد تجربوه وتقولوا لي رايكم تحت في الكومنت. وبس كده، هنا بقى لما بدات ان انا استخدمه في الوصفات بدات بقى ان انا اخد منه اهو بكل سهوله، بتعامل معاه معامله الدقيق العادي. بس طبعا ده بيكون حلو جدا في الدايت، بيحسسنا بشبع لوقت اطول، وفي نفس الوقت بيكون مفيد جدا للجسم. واللي عندهم مقاومه انسولين ما بيعليش طبعا سكر الدم. ومن اول الوصفات اللي عملتها كانت الكوكيز بتاعه الشوفان بالشوكولاته وبسكوت الشوفان. واخر حاجه بقى واقوى حاجه كان الايس كريم الويتش. واكتبوا لي تحت في الكومنت محتاجين انهي وصفه تنزل الاول، ولو في حاجه في بالكم. بس كده، باي.